شفتوا الجمال دوت. صلوا على النبي الاول قبل ما ندخل على الفيديو. ما شاء الله، حاجه كده روعه. لا تقولي بقى كنتاكي ولا تقولي ستريبس. بصوا، حاجه كده وهم. على فكره، اللي انتوا شايفينه الجمال ده كله ارنبيط، او والله ارنبيط او كرنبيط. قولوا لي بقى انت في من اي بلد، وانت بتقولوا عليه بقى ارنبيط ولا كرنبيط؟ احنا بقى بصراحه بنقول عندنا هنا في بلدنا ارنبيط. تمام. بصوا، هقول لكم على طريقه حلوه قوي بدون بيض، يعني مش هتقليه خالص ببيض. انتوا عارفين القرنبيط بقى بياخد بيض كتير قوي، ولا اي تكلفه خالص، هيطلع معاكم بالجمال ده. يعني لو ما بتحبوهوش بجد، بعد الطريقه ديت هتاكلوه هتحبوه. وكمان الاطفال، انا عارفه معظمهم ومن ضمنهم اولادي، ما بيحبوش القرنبيط ده خالص، وبجد مهدور حقه بالرغم ان فيه يعني قيمه غذائيه رهيبه. تمام. وكمان هقول لكم على حاجه، تكايه هتخليه مقرمش قوي معاكم، ما يشربش معاكم زيت ابدا. يعني ما يشربش زيت زي ما احنا متعودين، القرنبيط بيخلص الزيت وبيشرب كميه زيت رهيبه. لا بجد مش هيشرب معاكم زيت خالص. بصوا الجمال، بجد شكله حلو قوي قوي. حتى شكله مغري للاولاد اللي مش بياكلوه. والله بجد بامانه، انا اولادي مش بياكلوه خالص، بس من شكله كلوه، وكمان شكروا في طعمه جدا. تعالوا ما اقول لكم انا عملته ازاي. ونسمي الله الاول ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو. انا كان معايا قرنبيطه كده صغنطوطه كيوته كده. انا مش عاملاها لوحدها، انا بصراحه كنت عامله معاها برضو شويه حاجات، اللي هو الاكله الشعبي اللي احنا بنسميه عندنا هنا ايه، اكل شعبي. لان مش كلهم زي ما قلت لكم بيحبوا القرنبيط وخفتوا مش ياكلوه. بس بصراحه انا من عشاق القرنبيط او الكرنبيط زي ما انا قلت لكم. فانا قلت انا هجيبه وهعمل طبق واحد كده واشوفهم هياكلوه ولا لا. انا بصراحه يعني بيني وبينكم انا جايبه لنفسي يعني. بس قلت هقول اشوفهم هياكلوه ولا لا. لان انا طبعا زي ما قلت لكم عامله حاجات تانية جنبه. تمام. هبدأ بقى ان انا اشيل بالراحة منه الحتة الكبيرة اللي هناك ديت، الراس الكبيرة دي. وهبدأ ان انا افصصه بقى كده زهرات صغيرة. انت على فكرة ممكن تحطيها، يعني تقسمها نصين كده وتحطيها، وتحطها يعني تتسلق، وبعد كده بعد السلق بقى بتفصصي الزهرات ديت عادي كده او كده عادي، مفيش اي مشكلة. بتنضفي بقى الحتة اللي فوق ديت اللي هي العنق بتاعه. بيبقى في حتت كده تقيلة كده لازقة كده، بتنضفيها. تمام. زي ما انت شايفه كده، مش عارفه موضحه قدامكم ولا لا. اول حاجه هاخده اغسله واركنه على جنب وهو كده من غير ما يتسلق. بعد كده بقى يا حبايبي، جبت حله على النار وحطيت فيها ميه. غليت الميه، هحط نص معلقه ملح وربع معلقه من الكمون. تمام. طب انت بتحط كمون ليه؟ عشان الكمون ده بيشيل الريحه اللي مش مرغوب فيها خالص في القرنبيط. انتوا عارفين بقى الكرنب القرنبيط لما بيجي يتسلق بيبقى ريحته ايه، نفاذه شويه. تمام. وهبدا بقى ان انا احط زهرات القرنبيط اللي انا قطعتها ديت، وايه، وهسيبها اغطي عليها وهسيبها حوالي بالظبط 10 دقايق وهتكون اتسلقت معايا. هعرف ازاي ان هي اتسلقت؟ همسك كده زهره كده من زهرات القرنبيط كده، وهاجي اتك عليها كده بصباعي زي ما هوريكم كده، هلاقيها خلاص. اهي بصوا خلاص كده، يعني بقت بتقطم معايا. تمام. مش هسيبها لغايه ما تتهري، يعني مش هسيبها لغايه ما تتهري تماما، يا دوب بس احس ان هي جامده بس بتقطم معايا. تمام. يبقى كده جاهزه. حطيتها في ميه كده، غسلتها في ميه كده لغايه ما هديت وصفيتها كويس. وتعالوا بقى ما نشوف سر القرمشه الرهيبه بتاعه القرنبيط، وسر الجمال واللي هيخليه شكل كنتاكي بالظبط. انت مش هتاكلي قرنبيط، هتاكلي كنتاكي. وكمان مش هنحط اي بيض عليه خالص اطلاقا، البيض غالي بقى. وهقول لكم بالامانه، طعمه احلى بالبيض او من غير البيض. فرق معايا البيض او ما فرقش معايا البيض. تعال نشوف المكونات الاول. انا جبت بولتين، واحده فيها نص كوبايه دقيق، وواحده تانية فيها كوبايه وربع من الدقيق. اللي فيها نص كوبايه، بص بحط نفس التوابل، حطيت هنا كركم، حطيت هنا كركم برضو، وحطيت هنا ملح، وحطيت هنا ملح، وحطيت هنا بابريكا، وهحط برضو هناك بابريكا. كل التوابل هحطها ما عدا حاجه واحده بس هحطها وهقول لكم دلوقتي. تمام. ديت كانت ملح. خليكم متابعيني. طبعا التوابل اللي انت بتحطيها الموجوده عندك. لو عندك بصل بودر ودي كمون، على فكره دي لازم طبعا مع القرنبيط كمون. لو عندك بصل بودر وتوم بودر برضو حطي. تمام. هيديله طعم حلو قوي. وكمان حطيت فلفل اسود، وهحط نفس اللي هحطه هنا هحطه هنا بالظبط. بجد جربوه بالطريقه ديت حلوه جدا. اللي حابب بقى الشطه يحط شطه، عايزه تديها لسعه بسيطه كده ماشي، مش عايزه تكتري براحتك، مش عايزه تحط خالص، ده على حسب الرغبه. وبرده دي بقى ربع معلقه من البيكنج باودر، ده هحطها على على البوله اللي انا هعجن فيها القرنبيط، يعني اللي انا هعجن بيها يعني، اصل انا هحوله لعجينه.
شوفوا بقى الجمال. انا معايا بقى ايه حوالي كام عود كده من الكزبره، وكام عود كده من البصل الاخضر، عيدان البصل الاخضر، بدي طعم حلو قوي قوي مميز للقرنبيط. انا ايه هخرطه بالراحه كده صغننه، حتت صغنططه خالص، على برضو البوله اللي انا هحط فيها ميه وهعجنها. جربوا الخلطه ديت حلوه قوي قوي يا جماعه، بتخلي القرنبيط مقرمش كده وهش كده وجميل. بصوا بقى، دي معلقه كبيره مليانه من النشا، دي اللي بتدي لي القرنبيط قرمشه. انا حطيت معلقه واحده هنا واحط معلقه واحده هنا، بس انا هرجع احط كمان معلقه على الخليط التاني اللي هو الكفر، تمام، اللي انا هعجنه، اللي انا مش هعجنه، اللي انا هحط فيه الخليط، تمام. هبدأ بقى ان انا اعجنه كده. انا عايزه عجينه تكون عامله زي عجينه الكيك كده، عجينه خفيفه ما تكونش تقيله. وهبدأ بقى اعجن واحط الميه، ما تحطيش مقدار الميه دي يعني ايه، حطي شويه بشويه كده، يعني كل ما تقلبي كده كويس خالص وتلاقي القوام معاكي تقل، زودي اكتر. على فكره الاضاءه كمان مبوظه شويه اللون، يعني هو كان لونه بصراحه، لون الخليط دوت كان لونه مصفر كده، وكان لونه جميل قوي من الكركم، تمام. انا حسيت ان هنا الخليط شويه، حطيت كمان معلقه من الخليط التاني، عادي خالص مفيش اي مشكله. كده كده ما كل دوت عليه نفس التوابل اللي على ديت، عادي مفيش اي مشكله. بصوا يعني القوام بتاعه حسيت ان هو لسه تقيل شويه، فانا هزود شويه ميه، يعني معاكي كده حوالي كوبايه الا ربع ميه كده ولا حاجه جنبك، وانت بتزودي بقى منها. وبرده زي ما قلت لكم على حسب كميه القرنبيط، انا معايا قرنبيطه صغيره خالص، انت بقى بتزودي، خلي عينك كده ميزان على حسب بقى، تمام. هبدا بقى احط القرنبيطه كده، او زهرات القرنبيط كده في الايه، او الزهره زي ما بتسموه في الدول اللي بره، الدول الخارجيه يعني، إيه، بتحطوا كده في الدقيق، تمام. زي ما قلت لكم بقى، اكتبوا لي في الكومنتات تحت انتوا بتسموه عندكم ايه، قرنبيط ولا كرنبيط؟ وفي الدول اللي بره اللي هي الخارجيه يعني، اللي بره مصر بتسموه ايه بقى؟ يعني هو الزهره زي ما انا بقول كده صح، ولا زهرات القرنبيط، ولا انتوا بتسموه ايه بالظبط؟ تمام، عرفوني برضو عشان اكون عارفه. بحطها كده في الخليط وابدا ان انا اتك عليها، وبعد كده ايه، اروح جايه ايه مطلعه الدقيق منها بالراحه كده، تمام. سهله قوي زي ما بتعملي الكنتاكي بالظبط، بالظبط. وهبدأ بقى ان انا اجيب زيت غزير. طبعا انا بجيب زيت غزير وزيت نظيف اول مره استعمله، علشان خاطر يطلع معاكي اللون تحفه. تعالي بقى ما اقولك على السر بقى، والمعلقه اللي هتخليه بجد فعلا إيه، عايزه اقول لكم روعه، زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو. انا حطيت مع نص معلقه كده كبيره مليانه من النشا في قلب الزيت، في قلب الزيت وهو إيه على البوتاجاز، يعني وهو سخن، دوت بيديها بصراحه قرمشه حلوه قوي قوي قوي. بس بصراحه يعني انا مش عايزاكم تعملوا برضو الحركه ديت، انا كنت شفتها في فيديو لحد وعملته زيه وقلت اجربها، انا حسيت هي فرقت بصراحه. يعني هو كده كده اصلا الارنبيط دوت هيبقى كده كده مقرمش، علشان خاطر احنا حاطين فيه نشا. بس بلاش تحطوا الزيت، لان لو فاض منكم زيت والزيت نضيف هتضطروا ان انتوا ترموا الزيت ده، هيبقى شكله مش معكر كده شويه، تمام. فانتوا ممكن تحطوا المعلقه ديت او نص المعلقه النشا ديت، وممكن تستغنوا عنها. بس بصراحه هو القرنبيط كان طالع كله بصراحه مقرمش جدا، والغلاف بتاعه كويس قوي. بس انا حاسه ان هو مش من فعل المعلقه اللي انا حطيتها، يعني مش بفعل المعلقه اللي انا حطيتها بتاعه النشا ديت، لا. هو كده كده ما انا حاطه في العجينه نشا وحاطه فيه نشا. بصوا بقى شكله، انا عايزه اوريكم بقى وانا بقلبه كده، كنتاكي كنتاكي يعني. بصوا بس طبعا الصوره مش موضحه شكله، انا مش مطلعاه ابيض كده طبعا، انا مطلعاه ذهبي وشكله حلو قوي قوي، بس بجد الاضاءه كانت شديده جدا فمش موضحه شكله. بجد كان حلو قوي، كان لونه ذهبي وكان لونه خرافه. بصوا بقى التعريجات اللي فيه نفس تعريجات كنتاكي بالظبط. اللي سرحت ونسيت تحط لايك، يا ريت يا حبايب قلب تحطوا لي لايك على الفيديو، عايزه لايكات كتير عشان الفيديو مهدور حقها في اللايكات بجد، علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وكله يستفاد. يعني لو انت استفدتي بالله عليك ما تنسيش تحط اللايك، ويا ريت الشير لاصحابكم وحبايبكم للفيديو وللقناه، اكون شاكره لكم جدا. واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك. معكم ام عمر في قناه سهل وبسيط مع ام عمر. ان شاء الله نقدم كل الاكلات بتاعه المطاعم بره، والاكلات اللي احنا بناكلها هنا، والاكلات اللي احنا نفسنا ناكلها اللي كانت غاليه قوي، بطريقه بسيطه وطريقه مميزه بفضل الله، وكمان بتطلع طعمها حلو قوي قوي. بصوا بقى يعني الاضاءه رايحه جايه كده، بس بجد هي كان لونها خرافه، كان لونها تحفه جدا. دي بقى العجينه بقى اللي فاضت، الشويه اللي فاضوا الدقيق مع الشويه اللي فاضوا من العجين بتاعهم، انا هجيبه كده واعمله كده واروح جايه حاطه في الزيت، وبقى طعمه حلو قوي وهقليه، يعني مش ههدر منه اي حاجه. احنا في ايام بقى كده صعبه يا جماعه، ربنا يلطف بينا يا رب ويعدي الايام دي على خير. وبحطها بقى في الزيت كده وبقليها، بتبقى مقرمشه وطعمها حلو قوي.
اللي عايز يعمل الحركه دي، مش عايز تعمل الحركه دي استكفي بالقرنبيط، كفايه كده ايه، زيت زي ما بيقولوا. تمام. انا بصراحه زعلانه من موضوع الاضاءه ديت، يعني هي مش مديه الحاجه حقها، بس بجد انا عايزه اقول لكم هتاكلوا احلى واطعم قرنبيط في الدنيا. طعم قوي يا جماعه، جربوه. بصوا، ما انا كنت بقى خلصت الكميه كلها، انا مش عايزه اطول عليكم، انا بس عايزه اقول لكم بجد جربوه حلو قوي. يعني اللي ما عندهاش بيض او مش قادره تشتري بيض او البيض خلصان من عندها وعايزه تعمل الوصفه ديت، بجد اعمليه وانتي مغمضه، ولادك هياكلوه، طعمه حلو قوي. بس للامانه بقى انا عايزه اقول لكم انا تجربتي الشخصيه، انا والله اولادي شكروا فيه جدا على فكره، واكلوا اللي ما بياكلوهوش اكلوه. وقالوا حلو قوي. بس انا عن نفسي انا شايفه لو حطينا عليه حتى بيضايه واحده بس، بيتهيألي كان هيبقى اطعم كمان يعني. هو دوت بامانه رايي، بامانه دي رايي، لو احنا حطينا بيضايه واحده بس كان هيبقى اطعم من كده كمان. فمن غير بيض خالص حسيت ان هو حلو وكل حاجه وتمام، بس كان ناقصه، بس زي ما قلت لكم حاسه برضو لو في بيضايه كانت هتديله طعامه احسن، يعني مش هقول اتنين تلاته اربعه، يعني على الاقل بيضايه واحده. تمام. وانا حطيت البيكنج باودر في الاول، عايزه اقول لكم علشان دوت ماده رافعه مكان البيض، وما تكتريش في البيكنج باودر عشان ما يشربش زيت كتير. يعني مش انا ما حطيتش بيض لا هكتر في البيكنج باودر، لا ما تكتريش فيه عشان ما يشربش زيت كتير. بصوا بقى ما شاء الله شكله حلو قوي وبيفتح النفس ازاي، نفس كنتاكي بالظبط، والتعريجات اللي فيه بجد اللي مش بيحبه هيحبه من شكله. العين طبعا بتاكل قبل البق. حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.